لسه شايف فيديو لعبد الله السعيد وهو طالع مع ابراهيم فايق وبيسأل سؤال مهم جدا. بيقول ليه الاهلي مشاني وطلعني بشكل وحش طالما هو مش عايزني وكان عارف ان انا مضيت للزمالك كان سابني وكنت على الاقل طلعت بشكل حلو. بص يا عبد الله، هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها لاعب يسيب الاهلي ويروح الزمالك او يسيب الزمالك ويروح الاهلي، حتى لو كان عقده خلصان ويتقال ان هو طالع بشكل كويس. بالنسبه للجماهير في جميع الاحوال بيبقى طالع بشكل مش كويس. اما حته ليه الاهلي جدد لك وباعك فالقصه ملهاش علاقه بيك انت، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفرق مع مجلس اداره النادي الاهلي ولا مع جماهيره. طالما سبت الاهلي تروح تلعب فين حتى لو كنت هتلعب في الزمالك. القصه كلها لو ترجع بالذاكره هتعرف ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقتها كان طالع قبل منها بفتره وعامل زيطه كبيره جدا ان هو جاب صفقه القرن من النادي الاهلي ومضى لعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي، وان هو علم على مجلس اداره النادي الاهلي في الصفقه دي. فبصراحه كانت حركه جامده جدا من مرتضى منصور وقتها ان هو يمضي لاعب مهم وكان مؤثر في النادي الاهلي. ولكن طبيعي ان مجلس اداره النادي الاهلي بعد الزيطه اللي عملها رئيس نادي الزمالك ان هو يحاول ان هو يضيع عليه الزيطه دي، اللي خلاه بيزيد ان هو مضاك وانت اصلا ما لعبتش في الزمالك. يقول لك انا مضيت عبد الله السعيد وهو كان في قلب الاهلي بالرغم ان انت كان عقدك خلصان. ما بالك بقى لو كنت فعلا الصفقه تمت وكنت رحت. فاذا كان مرتضى منصور عمل حركه جامده، فبصراحه الالم اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي في الحركه دي الم جامد جدا على رئيس نادي الزمالك وقتها. فالقصه لا مقصود بها انت ولا انت في حسبان الاهلي ولا في حسبان جماهيره، ولكن المقصود كان رئيس نادي الزمالك وقتها. يا رب تكون الرسالة وصلت، والسلام عليكم.